خاطره كده وبيواسيه، لان طبعا هي طبعا هي غير متعمده لكن فيها اهمال، وبالتالي ضربه الجزاء سليمه وصحيحه 100%. ادي كوره محمد طارق ابو العز، وكان اللاعب الكندي لوحده تماما، ده رقم 6 شون كارول اوليت، لكن ما فيهاش انذار، يعني ما تستاهلش انذار. وفعلا عمر مبارك اليعقوبي حكم اللقاء ما اداش انذار، اكتفى باحتساب ضربه الجزاء. احمد عيد عبد الملك في مواجهه مات هوج، وضربه جزاء قد تفك الاشتباك وتفك لغز المباراه اللي يعني طال الحقيقه جدا، يعني 36 دقيقه عشان نسجل هدف في منتخب كندا بهذه الامكانيات اللي احنا شايفينها. ادي احمد عيد جول، احمد عيد عبد الملك ملك ضربات الجزاء يسجل اول الاهداف بعد 36 دقيقه. ينجح المنتخب المصري اخيرا في الوصول للشباك الكنديه بعد فرص وبعد تصديات من مات هوج، وبعد تصدي ايضا وسوء حظ الكره اللي جت في القائم، لكن اخيرا خطا من الدفاع الكندي ولمسه يد على شون كارل اوليت جوه منطقه الجزاء، يترجمها احمد عيد عبد الملك لاول اهداف اللقاء، وان شاء الله لن يكون اخر الاهداف. بالقدم اليمنى راح والله طار عليها مات هوج، لكن القوه اللي لعب بيها احمد عيد عبد الملك، يعني دي لو اضعف شويه كان لحقها حارس المرمى مات هوج، لكن احمد عيد عبد الملك وضع في الكوره قوه خلاها صعبه على الحارس مات هوج، محطوطه في زاويه كويسه لكن طار عليها الحارس، كان ممكن يجيبها لولا ان هي قويه بالفعل. ادي احمد خرج للاصابه، نتمنى له السلامه ان شاء الله ويلحق باقي مباريات مصر في البطوله ان شاء الله. ادي كوره تاني باولو، جول الثاني فعلا هدف احمد عيد، كان اول الاهداف وليس اخرها. حسام سلامه الشهير بحسام باولو هداف الدوري المصري اخر موسمين، يواصل التألق يواصل التهديد ويسجل برأسية في الشباك الكندية. في 5 دقايق المنتخب المصري العسكري خلص على المنتخب الكندي. شوف الكوره جميله جدا من محمد طارق ابو العز، بقول لكم هو ظهير ايسر حرس الحدود محمد طارق، بيلعب النهارده ناحيه اليمين لكن رفعها بالشمال، رفعها بالقدم اليسرى. احمد عيد عبد الملك طار على الكوره حاول يوصل لها، لكن حسام باولو كان اقرب، كان اسرع، كان اكثر دقه واكثر توفيق، يسجل الهدف الثاني واول اهدافه في البطوله. لسه بقول عايزين نشوف جول، عايزين نشوف هدف من جمله، من كره متحركه مش كره ثابته ولا ضربه جزاء. يتلقى الاشاره فورا حسام باولو، وهدف جميل. يصاب في مات هوج حارس المرمى، ونزلت مش عارف ما بيعالجوه ولا ايه اللي بيحصل بالظبط.